ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزول. النهاردة هنتكلم في نقط كده بسيطة جدا، يعني في ماتش مصر والزمالك. صراحة الماتش يعني أنا بصنفه إن هو جيد. هو جيد علشان يعني النتيجة مثلا، أو ليه ما قلتش مثلا جيد جدا أو ممتاز؟ لأن في أخطاء فنية يعني من الفرقتين، بس ما كانتش باينه قوي في الزمالك علشان الزمالك كسب. فلما الزمالك يكسب الاخطاء بتاعته ما بتبانش، انما المصري كان عنده اخطاء فادحه هي اللي خلت النتيجه بالذات في توصل للاربعه يعني، خصوصا في خط الدفاع ده. وفي ملاحظه حلوه كده، اول مره اخد المذيع ده مش عارف اسمه ايه كده، اخد بالي يعني. المذيع ده يقول أول مرة أسمع إن في مذيع متابع للدوريات، لأن قال إن مصر بيلعب بخطة 3-4-2-1، وقال كمان إن الخطة دي أحدث خطة في الدوريات الأوروبية الكبيرة يعني. قال كده بالنص، يعني إن الدوريات كل الفرق الكبيرة في الدوريات الكبرى بتلعب بالخطة دي 3-4-2-1 أو 3-5-2. هو المشكلة في الخطة. يعني مثلا الانتر وروما كانوا بيلعبوا، الانتر كان بيلعب 3-5-2 وروما كان بيلعب 3-4-2-1. ايه الفرق بينهم؟ الفيرود اللي قدام بس، واللعيب اللي في النص التاني اللي هو في خطة 3-4 الاتنين اللي هو اللي بيرجع بيبقى 3-5-2، لأن بيبقى فيه اتنين سترايكر قدام في 3-5-2. إنما 3-4-2-1 بيبقى الواحد بس هو السترايكر، الاتنين اللي تحتيه دول بيبقوا اسمهم خط وسط مهاجم، اللي هو كان زمان اللي هو يقول عليه ايه، اللي هو الوينج. اللي هو ايه، كان زمان يقولك الوينج، اللي هو دلوقتي في خطة 3-5-2 اللي هو الطرفين. عشان كده لما كنت بقول لكم زمان ايام بيسيرو لما كان بيلعب الزمالك بطريقة 3-4-2-1، دي اكبر غلطة هفضل اقولها. اكبر غلطة ان الزمالك ماشية بيسيرو، علشان كان هو راجل متطور مواكب الخطط اللي في الكورة. الدليل اللي هو كان بيلعب بثلاثة مساكين، وكان الاتنين اللي على الطرف كان مين؟ كان عمر جابر وبنتايج. ورجعوا الجون اللي جبناه في النادي الأهلي التعادل اللي كان مباصيه عمر جابر، واللي جاب الجون بنتايج. هو ده اللي الاتنين دول اللي هناك دول بيوصلوا لغاية الآخر. ما علينا. يعني مثلا وبعدين في حاجة مشكلة. آه، المصري لما جاب الجون، المصري كان ممتاز، ابتدى الماتش ممتاز. بس المشكلة بقى الاستمرارية. يعني هو كوكي لاعب كويس 3-4-2-1، بس التلاتة اللي ورا دول يعني مشكلة. فين هاشم يعني؟ وفين دغموم؟ انا مش عارف هل دغموم مصاب، انا ما اعرفش. يعني مش مكتوب اي حاجة مثلا ان هو مصاب، او وهاشم ده فين؟ مش عارف، تراكم انذارات مثلا. مش باين كانوا موقوفين ولا ايه، مش عارف. هاشم بيأثر جدا في خط الدفاع، لانه ما بيهزرش، عكس البيه اللي اسمه آه... اسمه خالد صبحي ده ولا اسمه صبحي، خالد صبحي. والتاني البيل اسمه المحمدي. ف يعني مثلا ان المصري لعب بثروت، والتلاتة اللي وراه، التلاتة اللي قدامه منصور وصبحي والمحمدي، والأربعة اللي قدامهم العش وحمادة ومخلوف والعراقي، وبعد كده الزمراوي وتومين، وبعد كده صلاح. أنا مشكلتي هنا إن حمادة ومخلوف دول مش في الخطة دي. مخلوف هو اللي موجود إنما كان مين المفروض يبقى مكان حمادة؟ ده الساعي. لأن الخطة دي ما فيهاش اسمه الهاف المدافع اللي هم بيقولوا عليه رقم 6، مع ان ده في الكورة اتنسى خلاص، ما عادش فيه الكلام ده. اللاعب اللي بيبقى في النص اسمه خط وسط، بيقوم بمهام هجومية وبيقوم بمهام دفاعية، زي ما انا قلت قبل كده مليون مرة. نشوف الجون الأول بتاع النادي المصري، ممتاز، تحرك مية مية. الزمراوي اتحرك من اليمين لناحية الشمال،
البي بقى اللي انا بقول لكم، اللي هو الكابتن حسام عبد المجيد العالمي، اللي انا بقول لكم لما يكون الملعب مفتوح وفي كرة متحركة ما بيعرفش يتحرك ولا يعمل اي حاجة. الكرة جت لصلاح محسن خلاه يستلم وقام لافف وقام باص للزمراوي في المساحة. الزمراوي اتحرك بكل بساطة وقام حاططها. هتقول لي يعني هو حسام، ايوه الكرة المتحركة، طريقة دفاع الكرة المتحركة غير طريقة دفاع الكرة الثابتة خالص. الكرة المتحركة دي لازم توقف الهجمة، عشان دي أصلا بيبقى معروف. يعني الفرقة اللي بتلعب الكرة، يعني مثلا الزمراوي لما طلع هو نفسه صلاح اتحرك له، لأن ده شغل تمرين متفقين عليها. ما تقوليش إن ده حاجة طبيعية، لا. أنا أعمل إيه بقى ككابتن حسام عبد المجيد؟ أوقف الكورة، أعمل فاول، أزقه، أعمل أي حاجة أوقف الهجمة، عشان انا فرقتي مش جاهزه دفاعيا لانها كره متحركه سريعه. مش هعرف اقف. بالدليل ان الزمراوي لما خد الكوره اتحرك بكل سهوله لغايه لما وصل جوه ال 18 وقام لعبها. جميل. وفي كلمه كده اللي اسمه ربيع، ده بتاع الزمالك اللي في خط النص ده. توقع خطأ من المدافع، توقع اخطاء من بالذات اللي اسمه حسام عبد المجيد ده. لازم توقع الخطأ بتاعه. ليه؟ لان هو مش أول مرة يعملها، وأنا بقالي بتكلم في الموضوع ده بقالي 50 سنة. آه حبيبي، آه عبده السيد، حبيبي يا كابتن عبده، و... ويوسف برضه، يوسف علي البطل، حبيبي يا يوسف. آه ف آه لازم تتوقع خطأ المدافع. لازم تتوقع خطأ المدافع بتاعك، لأن حسام عبد المجيد ده أخطائه كتير، وعنده مشاكل في التمركز كتير جدا. ما تقوليش بقى ان هو بيجيب اجوان وكده، ده حاجه وده حاجه، انا ماليش دعوه بالفيلم ده. انا زي ما انا قلت بطلع هنا بحلل فني بس. ده حاجه. الحاجه التانيه بقى، الجون بقى الزمالك الاول، جون الزمالك الاول اللي دخل الكوره دي، ما هو ده عيب في الكوره المصريه، في خط دفاع الكوره المصريه كله. خط دفاع يعني اي فرقه في الكوره المصريه، ده مشكلتها في الكور الثابته. الكور الثابته لما تيجي تتلعب، يعني هم حاجتين: يا تلعب مان يا تلعب زون. مفيش حاجة تالتة فيهم. مفيش حاجة تالتة، ما اخترعولناش حاجة جديدة في الكورة يعني. عشان ازاي المدافع يمسك المهاجم؟ هي يا مان، ها، يا مان تو مان، يا زون منطق. تسيبه وتتحرك، تبدأ تتحرك مع الكورة. يا مان تو مان، مع مان، كل واحد يمسك واحد. شوف بقى لعيبة المصري ده عملت ايه. لعيبة المصري سايبة اللعيبة لوحدها خالص. يعني البيل اللي اسمه خالد صبحي ده والبيل اللي اسمه المحمدي، المفروض الاتنين دول اصلا اطول اتنين. المفروض يبقوا مع مين؟ مع الدباغ ومع منسي، اللي هي الكرة اتلعبت لهم من ورا خالص. في الكور الثابتة مفيش حاجة اسمها ان المساك يقف قدام الجون والكلام ده، لا. انت تمسك اللعيب اللي انت المفروض تمسكه، سواء راح فين، سواء جه منين، سواء رجع ورا، سواء طلع قدام، سواء كده، لا. هي دي شغلتكم. انت اسمك مساك ليه؟ يعني انت سايب الاتنين فراوده ورا خالص، لكريم العراقي والواد التاني ده مش عارف اسمه، حماده. اه. هو اللي انتوا الاتنين مساكين، المفروض تمسكوا الاتنين الفراوده. سواء هو في الاخر، سواء هو في النص، سواء هو طلع قدام. هو كده الشغل. يا اما بقى انت بتلعب بقى، لو بتلعب زون، مع ان الكلام ده لا. هو بيلعب مان تو مان، لان بانت في الجون الثاني، بانت في الجون سوري الرابع اللي جابه البي حسام عبد المجيد، وكان غلطة البي اللي اسمه صبحي ده. ف الكو لا، ما هم سابوهم بقى. يعني هم اصلا لو انت بتلعب مان تو مان المفروض ما تسيبوش خالص. اهو ضحك عليك ورجع في الاخر خالص والكرة اتلعبت له جون. نخش على الجون الثاني. الجون الثاني كورة من ورا من عند الجون،
ضرب بيها نص الملعب كله اللي بزيرة استلمها. ودي فيها في كلام جميل قوي 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 لمعتمد جمال في الموضوع ده. بالذرة زي ما انا قلت، الحمد لله رب العالمين، يعني عمري ما فيش كلمة قلتها غلط من ساعة ما طلعت بقالي سنة. بالذرة خطورته تحت الفيرود، بالذرة خطورته تحت الفيرود، ودايما بيبقى خطر لو هو تحت الفيرود او بيلعب حر. ها، الكرة دي اخدها تك، دقش اتنين من لعيبة المصري في بعض. المفروض البيل اللي اسمه خالد صبحي ده بقى يطلع على فتوح، ما يرجعش لورا، سابه واداله مساحة فبدأ يتحرك. والعش اللي ورا ده شايف ناصر منسي بيتحرك، المفروض هو يتحرك معاه، لأن اللي اسمه خالد صبحي ده مش شايفه أصلا. أو هو خاف لا منسي يتحرك، أنت ولا ضغطت ولا مسكت منسي. يعني أنت المفروض أهم حاجة إن الخط اللي قدامك لما يتضرب أنت اللي تروح تضغط. هو كده الكورة اتعلمناها كده، لازم تروح تضغط أنت. زميلك اتضرب، أنت تروح تضغط عليه. أنت رحت قمت راجع، اديت له المساحة إن هو يفكر، اديت له فرصه ان هو يفكر، واديت له المساحه اللي هو يتحرك فيها. عشان كده بقول لكم خالد الصبح ده مهلبيه. هو فاكر نفسه ولد بقى وايه ولاعيب منتخب مصر. انت متاخد كمالة عدد، والله انت متاخد كمالة عدد يا كابتن. وفي اجدع منك في الدوري، في اجدع منك في الدوري. في الواد اللي اسمه جلال ده اللي اسمه بتاع بيراميدز اجدع منك. وفي واد تاني بيلعب في مودرن، مش عارف اسمه ايه كده، ده اسمه دايما بيروح على بالي، اجدع منه. بس هو ارزاق زي ما احنا بنقول. ف آه، ده خطأ فادح في الدفاع النادي المصري. الهدف الثالث بقى، الهدف الثالث طبعا الأسطورة ناصر منسي ده استوى قوي 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 ونضج جدا 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 جدا. خد بالك الجون التاني ده اللي هو دخله ده مش أي حد يعملها كده، يلطشها كده في البعيدة. أو هتكون فاكر إنها سهلة، لأ، ده لعيب بيتمرن كويس جدا ومرونة في جسمه جدا. اللعيب الفورمة اللي يبان في المرونة والتحرك، ويتحرك ويلف جسمه ويلف ويرجع ويروح ويتحرك. في المواقع طبعا مش المهلبية اللي عندنا دي، في مواقع أجنبية. ناصر منسي جرى 12 كيلو في الملعب النهاردة، يوم ماتش المصري ده امبارح. ما فتهيألي مفيش لعيب في مصر جرى 12 كيلو، ما شفتهاش قبل كده. وده برضه للكابتن حسام. ناصر منسي ده هينفع جدا مع المنتخب، هينفع جدا مع، انا جاي لكم دلوقتي عشان في حاجه هقولها. ليه بقى؟ عشان في الولد المساك اللي بيلعب في الميلان اللي اسمه كوني ديفينتر، ده مساك بلجيكا. انا جاي لكم في الموضوع ده. المهم، الجون التالت طبعا فرود مكار محنك. الكرة اتقطعت، مش المفروض باهر بيه ده يقول للساعي خلي بالك او طفش او طلع ما توقفش هنا؟ لان ناصر منسي جاي له، المفروض الثلاثه المساكين دول يكلموا اللاعيبه اللي قدامهم، ما بيكلموهمش. قامت الكوره عمر الساعي ما عرفش يوقفها. طبعا ده خطأ فادح. وشك للمرمى دي، لو مش متأكد مليون في المية ان انت هتوقف الكوره تنزل تحت رجلك تطفشها. ده اللي اتعلمناه في الكوره. في حاجات اساسيات في الكوره ما ينفعش فيها جدال، في اساسيات في الكوره ما ينفعش فيها جدال، زي اللي عمله الساعي ده. لو انت مش متأكد مليون في المية ان انت هتوقف الكوره طفشها بس. طبعا المتألق الماكر الفرود اللي ملوش زي في مصر دلوقتي ناصر منسي، اخد الكوره، الاحساس بالمكان، عارف هو واقف فين. هو ده الفرود الخطر في المكار اللي يعرف يجي ورا الكوره. ربنا كافئه. الكوره لو عملها مليون مره مش هتروح كده، بس ده تعب ومجهود فربنا قام مكافئه. ماشي. الجون احنا اتفقنا ان الجون التالت ده برضو خطأ من دفاع المصري اللي واقفين ثلاثة سايبينه. خش على الجون الرابع. الجون الرابع ده كورة، عشان انا بقول لك هو قايل لهم يلعبوا مان تو مان، انما هم ما ولا في دماغهم المدافعين دول.
لما لعب الكورنر كان خالد صبحي المهلبيه ده هو اللي ماسك حسام عبد المجيد، وميدو جابر كان واقف جنب القائم. انت عارف لو ميدو جابر كان واقف زي ما هو كان طلعها، انما البيه اللي اسمه خالد صبحي ساب حسام عبد المجيد، فاضطر ميدو يطلع عشان يلحق الكرة لان هو اللي شايف. عشان كده بقول لكم خالد صبحي ده عادي، يعني لعيب عادي. في ولاعيب يسيب المان بتاعه، يسيب المان بتاعه يمشي، سابه ومشي على اساس ليه مش فاهم. ده انت اصلا لو كنت جنبه كنت هتضايق ومش عارف يطلع لوحده كده بس دي كورة، وده اخطاء فنية فادحة لخط دفاع النادي المصري. اللي انا برضو هو الكوكي شكله مش مستريح، هو بيعمل اللي عليه فنيا، انما اللعيبه دي اللي ما بتنفذش الكلام، فدي اخطاء في خط الدفاع. فانا بقول آه، 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 ده مش اخطاء مدرب، ده اخطاء لعيبه مش عارف ما بتنفذش اللي كان المدرب بيقول عليه، فعشان كده بتتغلب. زي اللي حصل مع الانتر وروما، زي ما انا قلت لكم. الانتر كان بيلعب 3-5-2، روما كان بيلعب 3-4-2-1. واحسن فريق بيلعب 3-4-2-1 في الدوري الايطالي فرقتين، روما ونابولي. بس المشكله بقى روما ان كان عنده ديبالا مصاب، عنده فيه كذا لعيب مصاب في الفرقه، فالفرقه تفك على طول. فغلطه جاسبريني بقى المفروض كان يرجع ل 4-3-3 او 4-4-2، لان خطه 3-4-2-1 دي خطه مركبه، وعايزه عيال حافظه، وعايزه عيال لعيبه فاهمه بتعمل ايه وفاهمه بتتحرك ازاي. زي ما انا قلت لكم التلات مساكين اللي ورا دول مقسمين الملعب 3 تلات بالطول، وكل واحد يتحرك في التلت بتاعه. هو كده، ده هي كده. اللي مش عاجبه بقى كلامي دون يروح يكلم فابيو كابيلو او يكلم اريجو ساكي، هما اللي بيقولوا الكلام ده بيشرحوه، انا ماليش دعوه. فالتلات تلات دول بتوع الملعب طولي، كل واحد كده هو كده. لو اللعيب، انا قلت الكلام ده قبل كده مليون مره بقى لي سنه، لو اللعيب مساك اتحرك في نقطه غير نقطته، التاني يغطي مكانه. دي حاجه طبيعيه خالص، وحاجه بالعقل. فالروم حاول، كان واحد مثلا كان بيلعب هتعادل، الانتر جاب جون تاني اتعادل كده مع، بس الانتر فريق قوي. وانا حتى انا ببص كده بلاحظ، زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، نقطة مشكلة ايطاليا ان خط الظهر بتاع الفرق الكبرى بتاعتها مش طلاينة. الانتر فيه تشيربي لاعب مع باستوني امبارح، بس تشيربي خلاص كبر، باستوني هو اللي كان في منتخب ايطاليا. عندك الميلان مفيش حد ولا واحد طلياني في خط الظهر، روما ولا واحد طلياني لا في بليجريني بس، من ضمن أربعة كتير قليل. كان زمان الأربعة خط الظهر بتوع إيطاليا بيبقوا من إيطاليا، من الفرق الكبرى بتاعت إيطاليا الأساسيين. يعني الميلان مثلا، حد ينسى خط ظهر الميلان ده في التسعينات؟ كوستا كورتا، باريزي، مالديني، آه اللهم صل عليك يا نبي، آه اللهم صل عليك يا نبي، كان اسمه بيسوتو. خط الظهر معروف، وكان ده اللي بيلعب مين في منتخب ايطاليا؟ 3 منهم. كان بيسوتو بيقعد احتياطي، البرجومي كان بيلعب في الانتر، وكان باريزي، وكان كوستا كورتا، وكان مالديني. خط الظهر بتاع ايطاليا، فكان في انتماء يعني تفاهم وكده. المهم، فمبروك للزمالك وهارد لك للمصري. المهم بقى الولد اللي انا بكلمكم عليه ده اللي هو آم، كوني ديفنتر، ده مساك في منتخب بلجيكا وبيلعب في الميلان. الولد ده كويس جدا، شبه حسام عبد المجيد كده بس تعبان. يعني هو شبه حسام عبد المجيد بس جرم وقوي وكويس، بس حسام عبد المجيد بس على اوروبي بقى. بس عايز واحد قوي معاه، زي مين بقى يتعبه. وده لو واحد فيرود قوي قدامه، مصر ممكن تكسب بلجيكا بس تريح.
بس طبعا عشان برضو الخط الهجوم بتاعهم قوي. دي برويني والواد رقم 11 قرد كده دون في، هو ده اللي انا خايف، هو رقم 11 مش عارف اسمه كونزي ولا كون كنيزي حاجه كده يعني. هجيب لكم اسمه بس انا مش متذكر اسمه قوي. وطبعا سالي ميكرز برضو بيلعب في الميلان، برضو وينج ليفت وينج رايت، خطر خطر، سريع، هو مدكوك كده شويه بس قوي وحلو. ف مباراة بلجيكا الافتتاحية دي أهم حاجة ما تتغلبش في كأس العالم. واللعيب دون لعيب كويس جامد، بس عايز فرود عليه قوي. مين؟ مصطفى محمد، ناصر منسي، كده الناس دي. الواد اللي اسمه مروان حمدي بتاع بيراميدز قوي. في فرق كده، في فرق ما ينفعش تلعبها إلا كده، ند ند. شكرا لكم. وما تنسوش اللايك وكده والحاجات الحلوة بتاعتكم دي. ما تنسوش الكرة مع الأزوري هتكون جميلة وبيور. السلام عليكم.